مساء الخير، كيفكن؟ عم بيجيني كتير على تعليقات انه نحن كيف بدنا نبلش الاسفاي، يعني نحن كيف بدنا نبلش مستوى متقدم من الاسفاي. ليش ما عم تعرفوا تبلشوا؟ ليش ضايعين انتو؟ انا عن جد هذا الفيديو حابة اسألكم وجهه لإلكم، يعني انا حابة اسألكم، مو انتو بالعادة بتسألوني انه بدنا كيف بدنا نبلش. انا حابة اسألكم ليش ضايعين انتو؟ ليش ما عم تعرفوا تدرسوا؟ ليش ما عم تعرفوا من وين بدكم تبلشوا؟ يعني اللغة بتبلش اول شغلة، اي لغة الفابت، قراءة، بعد القراءة بنبلش عنا بنعرف شو الاسم، شو الفعل، شو القواعد، تصريف الفعل مثلا، بعدين بنفوت بالاكوزاتيف، الداتيف، الارتيكل، تصريف الارتيكل حسب الاكوزاتيف، الداتيف، النوميناتيف، الكينيتيف والقصص هي كلياتهم. انتوا ليش ما عم تعرفوا؟ انا بس بدي اعرف انتوا ليش ضايعين. اذا لانه في شغله انا ما عم بفهمها بصراحه. انتوا اذا بتفوتوا على التيك توك وبتحطوا مثلا على البحث بتكتبوا بس كلمه دويتش، ان كانت عربي ولا بالالماني، شو ما بدكم رح يطلع لكم كميه فيديوهات لناس عم تعطي لغه شي بالهبل عن جد. اليوتيوب نفس الشيء، الانستغرام حتى نفس الشيء، لك وين ما بدكم وين ما بدكم، يعني كميه العالم اللي بتعطي مو معقوله يعني. عرفتوا؟ فأنتوا ليش ما عم تعرفوا تدرسوا؟ ليش ضايعين؟ في مرة قلت لكم إياها قبل، إنه أنا وقت إجيت على ألمانيا يمكن كانوا 2 اللي بيعطوا ألماني على اليوتيوب والقصص هي، يعني الباقي أغلبهم يمكن ألمان أو أجانب، بس إنه عم بحكي على عرب يعني. إنه هلأ عن جد في ناس كتير عم تعطي، فأنتوا انبسطوا، استغلوا الفرصة وعدوا درسوا. لازم تحطوا هدف، لازم تكملوا. هلا بيجي للنقطة الثالثة اللي هي كمان أغلب الوقت أنا بنسألها أو بقرأ تعليقات وهيك، إنه قديه أخذت وقت لتعلمت اللغة. اللغة ما إلها وقت، ما إلها مكان وقف عنده يعني. اللغة هي حتستمر معكم، حتتطوروا باللغة، بس مثلا ما في شيء اسمه إنه أنا ختمت اللغة. عرفتوا؟ أنا ممكن أقدر أخلص حالي باللغة هيك كمرحلة أولى، انه انا خلص حالي باللغة، وبعدين بتطور على الصعيد الثاني انه انا اصير احكي بمجالات مختلفة في الحياة. يعني اللي بيحكي بمجال الحياة العادية غير اللي بيحكي مثلا بمجال بالسياسة، غير اللي بيحكي بالثقافة، غير اللي بيحكي بالفن. عرفتوا؟ كل شيء له مصطلح، غير اللي بيحكي مثلا بالثقافات، العادات، التقاليد، القصص هي كلياتها. فنحن بدنا نطلع من درجة انه نحن ناخذ ونعطي لدرجة اكثر، واللي هي النقاشات، نفوتوا بنقاشات. هون بتلاقوا حالكم انتم عم تتطوروا باللغة، فانتوا بحاجة تتعلموا الصبر، بدكم تصبروا. يعني بدكم تتعلموا اللغة، انتوا عم تتعلموا اللغة بدون ما تحطوا مثلا هيك براسكم وانا شهر لازم كون بلبل، ما بيمشي الحال. ما في تحطوا هيك، حطوا هدف. انا ما عم بقولكم ما تحطوا هدف، بس مو مثلا تجبروا حالكم انه انا ما خلصت هذا الشهر لازم كون انا عم بحكي. يعني اللغة ما لهالدرجة هيك، يعني هي بدكم عن جد تعطوها شوي تقل أكتر، وتفكروا بموضوعية أكتر، وتكونوا واقعيين أكتر، وتدرسوا اللغة. وما تحطوا مثلا إنه أوكي إنه حطوا هدف بدكم تطوروا بنفسكم، بس مو كون فيكون القصة. عرفتوا؟ ركزوا لي على هاي النقط، الله يرضى عليكم، مشان انتوا ترتاحوا، لأنه عم بحسكم كتير محملينا، يعني محملينا بشكل مو طبيعي. بدكم كتير تروقوا. انا والله من وقت ما بلشت اخذ اللغه ولهلا مالي كتير يعني اخذتها بطريقه جديه، يعني عادي انا عم بتعلم اللغه، بس مو انه يعني انا مو اخذتها مثلا مساله حياه او موت. انا عطيتها تقل انه هي لغه صعبه وبدها دراسه وكل هالقصص هي، بس كمان انا عم بدرس وانا من جوا عندي سلام داخلي، يعني انه ما بدي اخلصها بشهرين. يعني مو شغله شهرين وانا بدي اكون خاتمتها اللغه، لا بالعكس، انا عطيتها وقتها وصابره عليها وعم بتعلم، وكل ما بشوف مثلا فيديو بوقف عنده وبفكر وبسمع وبعمل. عرفتوا؟ يعني بالنهاية إنه في شغلة كمان كتير مهمة، لا تقارنوا حالكم بحدا، لأنه ممكن كتير تصدف إنه تشوفوا حدا أحسن منكم باللغة، بس هذا الشخص ممكن عنده حدا عم بيمارس اللغة معه، عم بيحكي مع كذا حدا، عنده طرق مختلفة، عنده مثلا استيعاب للغة أكتر منكم. فأنتوا هون حتكونوا بطريقين، يا طريقة حتتشجعوا ويصير عندكم حافز أنا كمان بدي يكون مثل هذا الشخص، أو ممكن تشعروا بإحباط، والثانية يعني الأغلب عم بتصير معه
فبينصاب الواحد بالإحباط إنه أنا ليش مو مثل هذا الشخص، ليش أنا مثلا ما عم بقدر استوعب، ليش مثلا ما عم بقدر أنا أخلص من اللغة. عرفتوا هي كمية التساؤلات وإشارات الاستفهام اللي بتدور حواليكم. فمشان هيك عن جد بطلوا تقارنوا حالكم مع حدا، وبلشوا باللغة بالأساسيات. يعني معروفة الأساسيات، ما بدي أبدا اتنين يحكوا فيها. وإذا بتفوتوا على فكرة على صفحتي بتلاقوا في لغة ألماني للمبتدئين أنا حاطهم بفيديوهات، وكمان مبلشة معكم بقواعد من الآسفاي للبي آينز. يعني هي بصفحتي، هي ما حكينا على الصفحات التانية. يعني في كمية صفحات والله مو يعني حتى أحسن من صفحتي مليار مرة. يعني حتى أنا بستفيد منهم. فأنتوا بس اكتبوا على أي محرك بحث بدكم إياه، على أي منصة، بيطلع لكم الناس اللي بتقدم للغة الألمانية، وعن جد كل الجنسيات.